السلام عليكم. هو مرض من أمراض العصر الشائعة والقاتلة إذا استهين به ولم يتم علاجه بطريقة صحيحة، فالكثير منا لا يعطي لهذا المرض أهمية إذا تم تشخيصه من قبل الطبيب المعالج حتى تتطور الأعراض ويضعف الجسم، ولا يستطيع الشخص الحامل لهذا المرض القيام بأبسط مهامه اليومية. فقر الدم. نسمع كثيرا بهذا المرض، ولكن هل نعلم أسبابه وأعراضه ومتى يصبح خطيرا وطرق علاجه؟ في هذا الفيديو سنتطرق لهذا المرض بالتفصيل وكيف يتم علاجه بأبسط الطرق. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فقر الدم مشكلة تحدث بسبب عدم وجود عدد كاف من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموغلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. والهيموغلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى. إن عدم احتواء النظام الغذائي على قدر كاف من فيتامينات ومعادن معينة يزيد من عدم الحصول على قدر كاف من الحديد. مشكلات الأمعاء الدقيقة. تزيد الإصابة بحالة مرضية تؤثر في كفاءة امتصاص الأمعاء الدقيقة للعناصر المغذية من احتمالات الإصابة بفقر الدم، ومن أمثلة ذلك داء كرون والداء البطني. الدورة الشهرية. بصفة عامة قد تسبب غزارة الحيض الإصابة بفقر الدم، فالحيض يسبب فقدان خلايا الدم الحمراء. الحمل. إذا كنت حاملاً ولا تتناولين الفيتامينات المتعددة المحتوية على حمض الفوليك والحديد، فأنت معرضة بشكل أكبر للإصابة بفقر الدم. الأمراض المزمنة. تزيد الإصابة بالسرطان أو الفشل الكلوي أو السكري أو بمرض مزمن آخر من احتمالات الإصابة بفقر الدم الناتج عن مرض مزمن، فهذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى نقص حاد في خلايا الدم الحمراء. كذلك يؤدي فقدان الدم البطيء والمزمن بسبب قرحة أو مصدر آخر داخل الجسم إلى استنزاف مخزون الجسم من الحديد، ما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. عوامل أخرى. يزيد وجود تاريخ مرضي للإصابة بأنواع معينة من العدوى وأمراض الدم وأمراض المناعة الذاتية من احتمالات الإصابة بفقر الدم. قد يؤثر الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والاقتراب من محيط المواد الكيميائية السامة وتناول بعض الأدوية على تكوين خلايا الدم الحمراء ويؤدي إلى الإصابة بفقر الدم. العمر. يكون الأشخاص فوق عمر 65 عاماً أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم. قد يسبب فقر الدم العديد من المشكلات الصحية في حال عدم علاجه، ومن هذه المشكلات التعب الشديد. قد يجعل فقر الدم الحاد الشخص المصاب به لا يستطيع أداء مهامه اليومية أمراً، ويبدو الأمر مستحيلاً. الشعور الدائم بالتعب الشديد والرغبة في النوم في أي وقت وثقل بجميع أعضاء الجسم. مضاعفات الحمل. قد تكون النساء الحوامل المصابات بفقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك أكثر عرضة للمضاعفات مثل الولادة المبكرة. مشكلات القلب. يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، وهو ما يعرف باضطراب النظم وألم شديد في القلب. ففي حال فقر الدم يضطر القلب إلى ضخ مزيد من الدم لتعويض انخفاض الأكسجين الحاد في الدم، وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بتضخم القلب أو فشل القلب. وأيضا يشعر مريض فقر الدم بضيق شديد في التنفس وتشنجات عضلية حادة خصوصا خلال النوم، سماع صوت مطرقة قوي ومزعج في الأذن خصوصا خلال الخلود إلى النوم، تساقط الشعر بشكل كبير، وشحوب لون البشرة ويميل لونها إلى الإصفرار، وتقصف الأظافر. ضعف في الذاكرة والتركيز بسبب عدم وصول الأكسجين الكافي إلى الدماغ. الوفاة. يمكن أن تؤدي بعض أنواع فقر الدم الموروثة مثل فقر الدم المنجلي إلى مضاعفات تهدد الحياة. يؤدي فقدان كمية كبيرة من الدم في وقت قصير إلى حالة فقر دم حاد، وقد يكون سبباً للوفاة. لعلاج فقر الدم الحاد يجب التوجه إلى طبيب أمراض الدم لمعرفة أسباب الإصابة بفقر الدم وعلاجها.
الالتزام بتعليمات الطبيب ومعالجة أسباب الإصابة بفقر الدم. الطبيب سيصف لك أقراصا لعلاج المرض أو الإبر الوريدية ولتبييث الحديد في الدم. فالطبيب سيصف لك أيضا حبوب فيتامين سي لان له دور فعال في علاج فقر الدم. السبيرولينا أيضا قوية في علاج فقر الدم، يمكن تناولها على شكل أقراص أو مسحوق. لا يمكن الوقاية من الكثير من أنواع فقر الدم، ولكن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات. يشمل اللحم البقري والبقوليات والعدس والحبوب الغنية بالحديد والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه المجففة على كميات كبيرة من الحديد. حامض الفوليك، يمكن العثور على هذا العنصر المغذي وشكله المصنع حمض الفوليك في الفاكهة وعصائر الفاكهة والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والبازلاء والفاصولياء والفستق ومنتجات الحبوب المعززة مثل الخبز وحبوب الإفطار والمعكرونة والأرز. فيتامين بي 12، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين بي 12 اللحوم ومشتقات الحليب وحبوب الإفطار المدعمة ومنتجات فول الصويا. فيتامين سي، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الفاكهة الحمضية وعصائرها والفلفل بأنواعه والبروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ بأنواعه. وأيضا تساعد هذه الأطعمة الجسم على امتصاص الحديد. إذا كنت حريصا على الحصول على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن من الطعام، فاستشير الطبيب عن إمكانية تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات لذلك الغرض. نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم، فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم.